السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن سماعات الاير بودز بتاعت شركة أنكر، وهقول لكم الفرق بين بي 2 أو بي 20 اي وبي 2 ميني، وهديكم كل التفاصيل الخاصة بيها. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية أنا كنت عاملة ريفيو عن بي 20 اي وكلمت عن تفاصيل كتير خاصة بيها، وهسيب لكم اللينك بتاع السماعه دي لو انتوا برضو عايزين تسمعوا الريفيو ده. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف بتاع الفيديو. طيب انا مقارنه كده سريعا بين البي 20 اي والبي 2 ميني، هما الاثنين تبع شركه انكر، تمام. هما الاثنين ساوند كور، بس عندي سماعه بي 20 اي دي بتشتغل على البرنامج اللي هو ساوند كور. بي 2 ميني ما بتشتغلش على الساوند كور. لو حد عنده معلومات تانية ممكن ازاي انا اشغل البي 2 ميني على الساوند كور، ممكن ان هو يعني يزود لي المعلومات بتاعتي، بس هي ما بتشتغلش على الساوند كور. طيب خلينا نقول ان بالنسبه للاسعار، البي 20 اي انا كنت جايبه ااول سماعه ليا في بي 20 اي، كنت جايباها من امازون ب 1000 جنيه، وبعدين اشتريت منها واحده كمان من كتر ما هي عجبتني، جبت واحده كمان تاني ب 800 جنيه برضو من امازون. بي 20 بي 2 ميني كانت سعرها حوالي 1000 يعني لما انا جبتها كانت 1300 جنيه او 1400 جنيه في الرينج ده. كانت وحاليا هي بتوصل ل 1000 و1500 1800، يعني في الرينج ده عموما. يعني انتوا لما تيجوا تشتروا اي سماعه حاولوا ان انتوا تدوروا على اوفر. امازون بينزل اوفرات كويسه وكويسين جدا في التعامل، وخدمه ما بعد البيع عندهم محترمه، وممكن ان احنا نرجع في الحاجات المكتوب عليها ان هي قابله للترجيع، تمام. طيب دول بالنسبه للمكان وبالنسبه للاسعار اللي انا اشتريت منها. طيب انا الفرق بين بي 20 اي وبي 2 ميني كان ايه؟ لو انا اتكلمت الاول على عدد الساعات، بي 20 اي بتشتغل حوالي 30 ساعه، لكن بي 2 ميني بتشتغل 32 ساعه، تمام. في الشحن هي ساعتين فمش هتفرق معايا قوي. طيب عندي ايه تاني؟ عندي السماعه الواحده بتاعه بي 2 ميني اللي هي دي، سوري، اللي هي دي بي 2 ميني. السماعه الواحده بتشتغل 10 ساعات، لكن بي 20 اي السماعه الواحده برضو بتشتغل حوالي يعني 8 ساعات، تمام. طبعا هي والله انا بستخدمها وما بحسش بالفرق بتاع الوقت ده قوي يعني. طيب عندي برضو ايه الفرق بين دي ودي؟ برضو عندي الشحن، دي لو شحنتها 10 دقايق بتشتغل ساعتين وربع، ودي لو شحنتها 10 دقايق بتشتغل ساعتين. الاكسسوارز او الملحقات اللي بتيجي معاها اللي هي الوصله بتاعتها اللي هي اليو اس بي، بتبقى يو اس بي تايب سي من ناحيه، يو اس بي ومن ناحيه تانية تايب سي، بتحطيها في الشاحن بتاعك عادي وتبداي ان انت تشحنيها. اول ما بتيجي السماعه سواء دي او دي، السماعه نفسها بيبقى عليها زي ليبل هنا او ستيكر كده، بنشيله الستيكر وبنحط السماعه تاني في العلبه بتاعتها، وهنا دي بندوس كده اللي هو ده زرار التشغيل لاول مره بس عشان نشغلها، تمام. ودي من ما فيهاش زرار تشغيل، بصوا كده ده منظرها اهي. هما الاتنين يعني يعتبر شكلهم كويسين، دي بيضاويه شويه ودي مايله للمربعه. الشكل ده بصراحه على حسب كل واحد بيحب ايه. الاتنين فيهم جراب، يعني دي فيها جراب ودي فيها جراب، بس انا هنا مش لازقه الجراب فهوريكم شكلها اهي، تمام. بس الجراب ملزوق من تحت. طيب الجراب بس عشان تحافظ عليها من الخربشه. هنا دي انا لازقه الجراب بس هنا اهو، تمام. طيب انا حبيت انه اكتر، انا حبيت البي 20 اي اكتر، يعني ده بصراحه رايي بكل امانه. لو انتم محتارين بين الاثنين وعايزين تاخدوا رايي، انا حبيت البي 20 اي اكتر، وعلشان كده انا جبت منها واحده تاني اللي هي البي 20 اي، تمام. فالبي 20 اي هي سماعه كويسه. لو احنا بنلعب ببجي، فهي لعبه الببجي فيها بتوصل الصوت في نفس الوقت، يعني في سماعات بتاخر الصوت، لا هي بتوصل الصوت في نفس الوقت. سماعات كويسه جدا وصوتها حلو قوي وكل حاجه فيها كويسه، يعني انا ما عنديش يعني اي مشكله فيها غير حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ اللي هي لما بتكلم في السماعه ما بتعملش عازل صوت. يعني انا لو واقفه مثلا بعمل حاجه، مثلا ساي بغسل مواعين، الغساله شغاله، بحط مثلا المايك ده في ودني، فكل اللي بيبقى بيكلمني بيبقى سامع الصوت. لو انا في الشارع مثلا بيبقى صوتها لا مش حلو. هي دي بالنسبه في المكالمات، لكن غير كده هي استخدامها بصراحه كويس. عازل الصوت بيكون في الفئه السعريه اللي هي الاكتر من ال 3000 جنيه، وطبعا ده كان بالنسبه لي يعني رقم شويه في ان انا اجيب بيه سماعه، فانا اخترت اللي هو اتنازلت عن الميزه دي. لو انت تقدري تتنازلي عن الميزه دي فتمام، لكن هي يعني بقيه الحاجات هي بصراحه كويسه جدا. طيب الضمان كان تبع شركه انكر، هو الضمان 18 شهر، ولو حصل اي حاجه بترجعوا للوكيل بتاع انكر بالفاتوره. عايزه اقول لكم كمان على حاجه. بصوا ده البرنامج بتاع الساوند كور، هو شغال عليه اللي هو البي 20 اي اهو. انا هنا المفروض اعمل لها اتصال، بصوا كده اهو،
طيب هي كده المفروض ان السماعه متصله، هتبين عندي هنا في بصوا انا عندي هنا برضو انا لو طلعت السماعه اللي هي اليمين بيبان عندي ان هي هنا بتبقى اكتف والصوره بتبقى واضحه اكتر. لو طلعت السماعه الشمال برضو بيبقى نفس الكلام اهي بتظهر معايا. تمام، خلينا في السماعه برضو اليمين. انا عندي الساوند كل لازمته ايه؟ لازمته ان انا بقدر ان انا اتحكم في يعني مثلا في اليمين لو انا عندي ضغطه واحده ده بيعلي مستوى الصوت بلس، يعني بيعلي مستوى الصوت. ضغطتين بيوقف. الضغط اللي هو يعني المستمر معناها ان هو بيجيب اللي هو اللي بعد كده. بقدر ان انا اتحكم فيهم. بقدر ان انا اتحكم فيهم تمام زي ما انا عايزه. بس بصراحه موضوع ان هو التاتش ده مش احسن حاجه، موضوع عادي جدا يعني، مش عارفه هو بيلخبط شويه وانا مش بستخدمه قوي. فبالنسبه لي موضوع التاتش ده عادي. البحث عن الجهاز بصراحه هي دي احسن حاجه بالنسبه لي. بصوا كده، سامعين صوت السماعه؟ يمكن هو ده صوته هنا اهي. دي لو تاهت تمام بنقدر ان احنا نلاقيها، بس بيبقى برضو عايزه اقول لكم ان هي بتكون يعني تاهت في نفس الوقت. يعني لما تضيع منكم مثلا بعديها مثلا بدقيقه مثلا تدوروا عليها بالكتير، لكن لو طولتوا اكتر من كده هتكون هي فصلت كهرباء اصلا، هتبقى محتاجه ان هي تتحط في قلت لكم لو فصلت هتبقى محتاجه ان هي تتحط في العلبه بتاعتها تاني تمام عشان تاخد الشحن بتاعها من يعني مره تانية. فهي لو ضاعت مننا احنا بندور عليها في نفس الوقت اللي هي ضاعت مننا فيه. لكن غير كده لو شغلنا هي مش هتشتغل، الجزء ده مش هيشتغل لان هي هتكون فصلت الجزء الخاص بالشحن بتاع السماعه ذات نفسها. طيب السماعه كويسه جدا وانا ما عنديش اي مشكله فيها وحبيتها. والمشكله بس اللي انا قلتها لكم اللي هو العيب الوحيد بالنسبه لي هو العيب بتاع ان هي صوتها وحش في المكالمات لما بنكون بره البيت. اللي بره يعني انت بتسمعي كويس بس اللي بيكلمك ما بيسمعكيش قوي. ولو بقول لكم يعني مثلا انا ساعات بصراحه بنجز بيها مهام البيت كده وبحط السماعه في ودني وبتكلم مثلا يعني مع اي حد في يعني وانا بشتغل وكده، فبيبقى سامع كل الحاجات اللي في البيت، يعني دوشه المواعين، دوشه الغساله، الكلام ده كله هو بيسمعها. بس لو انتوا جايبينها للاغاني مثلا او القران مثلا عايزين تسمعوا بيها حاجه معينه فهي طبعا ممتازه. جايبينها للالعاب فهي ممتازه. هي بس مشكلتها الموضوع اللي هي ما فيهاش عازل للصوت، غير كده هي يعني تمام وزي الفل. بالنسبه ان هي اصلا فيها يعني جزء كده ان هي مضاده للماء، فدي برده ما فيهاش مشكله. هما السماعتين قريبين من بعض جدا يعني في الخصائص. انا طبعا اللي هي البي 2 ميني اغلى من البي 20 اي، بس انا حبيت البي 20 اي مش عشان حاجه والله، يعني مش عشان ارخص، بس انا حبيتها يعني حتى في يعني في الاستخدام. انا لما بستخدم البي 20 اي اول ما بحطها في ودني هي بتعمل صوت تمام، وبعد كده لما بتبقى كونكتد بالموبايل بتعمل صوت تاني، فبحس ان بعرف ان هي شغاله ما فصلتش شحن. لكن لو ما عملتش صوت واول ما احطها في ودني ببقى عارفه خلاص ان كده فصلت شحن وان هي كده محتاجه ان هي تتشحن مره تانية تمام. ده كده رايي بكل امانه في السماعتين. ولو انتوا في حاجه يعني حابين تضيفوها لي في الكومنتات انا ما عنديش اي مشكله، ولو جربتوها اكتبوا لي في الكومنتات رايكم بكل امانه، علشان لو في حاجه انا مثلا غايبه عني ان انا اوضحها يعني للناس اللي بتتفرج عليا. وشكرا ليكم ولوقتكم بجد، ميرسي ليكم وميرسي لكل المتابعين. وما تنسونيش في اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات الجديده اللي انا بقدمها. وباي باي.